أنه هي حرب تقريبا غير متكافئة مع جيش نظامي يعد من أكبر ومن من أفضل الجيوش من ناحية العتاد، خاصة على مستوى المنطقة العربية والمستوى الإفريقي، مع جبهة البوليزاريو، وهي في الأخير تبقى دائما هي عبارة عن ميليشيات أو خلينا نقول جماعات مسلحة تجيد جيدا عملية الحروب، ما يسمى بحرب العصابات. فأعتقد أنه هذا السيناريو أنا ضم صوتي للأستاذ شكري أنه أتمنى أنه لا يتحقق، لأنه في الأخير هذا السيناريو سيخدم أطراف خارجية، سيخدم مخططات خارجية، ولست من أصحاب نظرية المؤامرة، ولكن أنا متخوف كما قال الأستاذ أننا نصنع لأنفسنا نهاية دراماتيكية ونكون أداة وسيلة لأطراف خارجية. وكذلك أقول الأستاذ شوتي لما يقول لك أنهم فيه تحمس من طرف الغرب لإثارة هذه المشكلة اليوم، لأنه السؤال اللي يطرحه لماذا الأمين العام اختار هذه الفترة فقط للتصريح بهذا التصريح اللي قدمه. فأعتقد أن هنالك شيء ما يطبخ وشيء ما يحضر لإدخال المنطقة لاستكمال ما يسمى ما قلت حمزة أنه خط النار، وهنا تدخل المنطقة كلها في أتون حرب أهلية وحروب مدمرة. لكن الكلام كذلك الكلام عن نظرية، حتى وإن نفيت نظرية المؤامرة أو عفوا أن ممكن، لكن الوضع اليوم ألا يتأزم بأيدينا؟ يعني في النهاية يتأزم بأيدينا. الكلام عن مخطط عام من أي بلقنة المنطقة وكذا، أدواته، لكن نحن من نؤزم منطقتنا بأيدينا في النهاية. أستاذ حمزة احنا كنا ولا زلنا وسنستمر أداة ووسائل في يد هذه المخططات التي تصنع وتطبخ في مراكز صناعة القرار في الغرب. لكن السؤال الذي يطرح متى ستستفيق هذه الحكومات من خلال أن تكون طيب. نذكرك في نقطة مهمة جدا هي اتحاد المغرب العربي. ولكن ماذا يريد المغرب؟ يعني هل ضم الأراضي المحررة اللي فيها بقيت فيها 25 أو 30% هي محررة لجبهة بوليزاريو هكذا؟ نعم. يريد استرجاع أو عفوا يريد الاستحواذ على هذا الأراضي المتبقية. الدكتور أحمد شتري، هل أعاقت قضية الصحراوية الاتحاد المغربي؟ نعم. هي أحد العناصر الأساسية اللي تعيق وحدة المغرب العربي أو التقارب، لأن التقارب إذا يأخذ مساره الطبيعي نصل في النهاية لتحقيق مكاسب. لما نتكلم على الاتحاد المغاربي، هو اتحاد نأمل أن يكون اتحاد اقتصادي أكثر شيء، تبادلات تجارية. يعني القضية أو الصحراء الغربية ممكن كان بالإمكان أن تحييدها. نعم، تحييدها والمضي في الاتحاد المغاربي. عندنا الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، يعني مش يتوقف على دولة واحدة ودولتين في النهاية. والله أعاقت القضية الصحراوية مسار طبعا الاتحاد المغربي. لأن المغرب يعتبر مثل ما قلت قبل قليل، المغرب يعتبر قضية الصحراء حياة أو موت بالنسبة له. يعني ما قيل أو تصريح الرئيس الصحراوي أنه صح نابع عن معطيات، وأنه المغرب حقا نرجع فقط الوراء إلى قضية شن الحرب، أنه هذا استغلال لوضع الجزائر، الحدود الشرقية مشتعلة، الجنوبية فكذلك محاصرتها من الجهة الغربية كذلك. وهذه الفرصة الذهبية إن صح التعبير لمن يريد أن يدخل الجزائر إلى هذا خط النار الذي تكلمنا عنه. يعني أخي إذا كان قامت يعني الحرب في الصحراء الغربية، لأن شفنا الحرب اللي وقعت في الماضي، فعلا صحيح الحدود الجزائرية كلها يعني مشتعلة، لكن هذا لا يعني أن الجزائر عندها مشكلة، لأن هي بالنسبة لمشكلة الصحراء الغربية هي تقول مشكلة لا تعنيني، يعني هي مشكلة مبدأ وفي داخلة في إطار تصفية الاستعمار من القارة الأفريقية ولا من العالم، وبالتالي هي ما عندهاش لا أطمع في الأراضي ولا أطمع في كما يقولون هم إلى الولوج إلى المحيط الأطلسي أو لكن إذا قامت الحرب ستأتي على الأخضر واليابس. نعم، فيها الجزائر تتأثر، فيها المغرب تتأثر، والمغرب هو الذي يدفع الثمن أكثر. نعم، هي فرصة لمحاصرة الجزائر شرقا جنوبا والآن غربا. والله هذا تحصيل حاصل. أنا نشوف فيها هي قضية الصحراء الآن
والمنعرجات اللي تمر بها من حين لآخر بين نزول وهبوط هو لإخلاق القلق في المنطقة. الجزائر واحدة من المعنيين في هذه المنطقة مستهدفة، ولكن الهدف نرجع للأساس هو خلق القلاقل في المنطقة لتمرير مخطط قاتل. كل هذا المجتمع الدولي غير صادق لأنه كله غربي، غير صادق في تعامله مع قضية صحراوية أو في المنطقة، فهو يريد التأزيم نعم لا أكثر. نأمل أن يكون اتحاد اقتصادي أكثر شيء، تبادلات تجارية، يعني القضية أو الصحراء الغربية ممكن كان بالإمكان أن تحييدها نعم تحييدها، والمضي في الاتحاد المغاربي. عندنا الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، يعني مش على يتوقف على دولة واحدة ودولتين في النهاية. والله أعاقت القضية الصحراوية اللي مسار طبعا الاتحاد المغاربي لأن المغرب يعتبر مثل ما قلت قبل قليل، المغرب يعتبر قضية الصحراء حياة أو موت بالنسبة له. يعني ما قيل أو تصريح الرئيس الصحراوي أنه صح نابع عن معطيات، وأنه المغرب حقا، نرجع فقط الوراء إلى قضية شن الحرب، أنه هذا استغلال لوضع الجزائر الحدود الشرقية. هي حرب تقريبا غير متكافئة مع جيش نظامي يعد من أكبر ومن أفضل الجيوش من ناحية العتاد، خاصة على مستوى المنطقة العربية والمستوى الإفريقي، مع جبهة البوليزاريو، وهي في الأخير تبقى دائما هي عبارة عن ميليشيات أو خلينا نقول جماعات مسلحة تجيد جيدا عملية الحروب، ما يسمى بحرب العصابات. فأعتقد أنه هذا السيناريو أنا ضم صوتي للأستاذ شتري أنه أتمنى أنه لا يتحقق، لأنه في الأخير هذا السيناريو سيخدم أطراف خارجية، سيخدم مخططات خارجية، ولست من أصحاب نظرية المؤامرة، ولكن أنا متخوف كما قال الأستاذ أننا نصنع لأنفسنا نهاية دراماتيكية ونكون أداة وسيلة لأطراف خارجية. وكذلك أقول الأستاذ شوتي لما يقول لك أنهم فيه تحمس من طرف الغرب لإثارة هذه المشكلة اليوم، لأنه السؤال اللي يطرحه لماذا الأمين العام اختار هذه الفترة فقط للتصريح بهذا التصريح اللي قدمه. فأعتقد أن هنالك شيء ما يطبخ وشيء ما يحضر لإدخال المنطقة لاستكمال ما يسمى ما قلت حمزة أنه خط النار، وهنا تدخل المنطقة كلها في أتون حرب أهلية وحروب مدمرة. لكن الكلام كذلك الكلام عن نظرية، حتى وإن نفيت نظرية المؤامرة أو عفوا أن ممكن، لكن الوضع اليوم ألا يتأزم بأيدينا؟ يعني في النهاية يتأزم بأيدينا. الكلام عن مخطط عام من أي بلقاء المنطقة وكذا، أدواته، لكن نحن من نؤزم منطقتنا بأيدينا في النهاية. أستاذ حمزة، احنا كنا ولا زلنا وسنستمر أداة ووسائل في يد هذه المخططات التي تصنع وتطبخ في مراكز صناعة القرار في الغرب. لكن السؤال الذي يطرح متى ستستفيق هذه الحكومات من خلال أن تكون طيب. نذكرك في نقطة مهمة جدا هي اتحاد المغرب العربي. ولكن ماذا يريد المغرب؟ يعني هل ضم الأراضي المحررة اللي فيها بقيت فيها 25 أو 30% هي محررة لجبهة بوليزاريو هكذا؟ نعم. يريد استرجاع أو عفوا يريد الاستحواذ على هذا الأراضي المتبقية. الدكتور أحمد شتري، هل أعاقت قضية الصحراوية الاتحاد المغربي؟ نعم. هي أحد العناصر الأساسية اللي تعيق وحدة المغرب العربي أو التقارب، لأن التقارب إذا يأخذ مساره الطبيعي نصل في النهاية لتحقيق مكاسب. لما نتكلم على الاتحاد المغاربي، هو اتحاد مشتعلة الجنوبية، فكذلك محاصرتها من الجهة الغربية كذلك، وهذه الفرصة الذهبية إن صح التعبير لمن يريد أن يدخل الجزائر إلى هذا خط النار الذي تكلمنا عنه. يعني أخي، إذا كان قامت يعني الحرب في الصحراء الغربية، لأن شفنا الحرب اللي وقعت في الماضي، فعلا صحيح الحدود الجزائرية كلها يعني مشتعلة، لكن هذا لا يعني أن الجزائر عندها مشكلة، لأن هي بالنسبة لمشكلة الصحراء الغربية هي تقول مشكلة لا تعنيني، يعني هي مشكلة مبدأ وفي داخلة في إطار تصفية الاستعمار من القارة الأفريقية والله من العالم، وبالتالي هي ما عندهاش لا أطمع في